فيلمنا بيبدأ في مدينة أوهايو سنة 2045 وبنشوف شاب اسمه وايد واللي بيكون عايش في وسط مدينة فقيرة ومحطمة، والسبب في كده هو انتشار التكنولوجيا اللي سيطرت على عقول الناس، لأن بقى في ألعاب عالم افتراضي واقعية جدا لدرجة إنها بتخلي الشخص مش قادر يسيبها. فالناس بقت تلعب الألعاب دي عمال على بطال وبتقضي حياتها كلها هناك عشان يهربوا من الواقع البائس، ويادوب بيخرجوا من اللعبة علشان الأكل والشرب والنوم ويرجعوا من تاني عشان يكملوا حياتهم جوه اللعبة. وواحدة من أكتر الألعاب المشهورة في الوقت ده هي لعبة اسمها الواحة، ودي بتبقى تقريبا أحسن لعبة موجودة وبتبقى متطورة بشكل كبير وواقعية وأكتر لعبة الناس بتلعبها. ومن ضمن الناس اللي بتلعبها بيبقى وايد، واللي بيحاول إنه يهرب من الواقع البائس بتاعه خصوصا بعد موت أبوه وأمه، وهو دلوقتي يادوب بيقضي وقته في اللعبة دي، وبعد موت أبوه وأمه بيكون عايش مع عمته في بيتها. وبعد كده بيدخل وايد في لعبة الواحة، واللي حرفيا بتبقى عالم تاني خالص. الواحد جواها بيبقى قادر يعمل اللي هو عايزه ويسافر لأي حتة نفسه فيها، وبيقدر انه يغير شكله زي ما هو عايز، وبتبقى شخصيته في اللعبة مختلفة تماما عن الحقيقة. وبيكون وايد كون صحاب في اللعبة دي، بس بيبقى لسه مش عارف مين دول في العالم الحقيقي. ومن ضمن اصحاب وايد بيكون واحد اسمه إيتش، وفي الوقت ده بيكون على كوكب تاني قاعد بيحارب في حرب كبيرة قوي، وبيكون السبب في اشتراك إيتش في الحرب دي هي محاولته لجمع الفلوس. وده لأن في اللعبة دي تقدر تجيب فلوس، والفلوس تقدر تجيب بيها أسلحة أقوى وبيوت وحرفيا كل حاجة انت نفسك فيها. لكن لو مت في اللعبة فكل الفلوس اللي معاك هتروح هي وكل اللي انت عملته، وده أحيانا بيخلي ناس عايزة تنتحر لأن شقة عمرها ضاع. المهم بقى إن لعبة الواحة دي بتكون معمولة من شخص اسمه هاليداي، واللي بيموت سنة 2040، لكن قبل ما يموت بيسيب وصية وبيقول فيها إنه ساب في عالم اللعبة 3 مفاتيح مستخبيين، واللي هيقدر إنه يلاقي ال3 مفاتيح دول هيبقى قادر على إنه يملك الشركة الخاصة باللعبة ويورث كل ثروات هاليداي. والحاجات دي تقريبا قيمتها نص تريليون دولار. ومن ساعتها الناس بتحاول إنها تجيب ال3 مفاتيح، لكن محدش قدر إنه ينجح في المهمة دي. لكن طول ال5 سنين اللي فاتت بيكون في ناس كتير بتحاول إنها تنجح في الاختبار، ومن ضمنهم وايد. وبيكون في بوابة اتفتحت من بعد موت هاليداي بتودي على سباق، المفروض السباق ده فيه أول مفتاح، لكن محدش عارف يوصله لحد دلوقتي. فبيشترك وايد في السباق من تاني هو وإيتش وجماعة اسمهم سيكسرز، ودول هدفهم إنهم ياخدوا المفاتيح عشان شركتهم تقدر تسيطر على شركة هاليداي. والشركة دي بيبقى اسمها شركة أيوة، وبتبقى تبع شخص اسمه نولان، واللي هدفه الوحيد هو إنه يسيطر على شركة هاليداي مهما كلفه الموضوع. وبنرجع للسباق اللي بيبتدي، وبيكون وايد حرفيا حافظه، وبيقعد يتخطى العقبات هو وإيتش عشان يحاولوا ينجحوا في السباق، لكن إيتش مش بيقدر يكمل السباق، والكل تقريبا بيخسر في السباق. لكن بيفضل وايد وبنت اسمها أرتمس، واللي بتبقى واحدة من أشهر اللاعبين في الواحة. وقتها بيوصلوا لآخر مرحلة في السباق، وبيكون فيها كينج كونج بيحاول إنه يقتل أي حد يحاول يكسب، وخلاص كان هيقتل أرتمس، لكن وايد في آخر لحظة بينقذها، بس الموتوسيكل اللي هي كانت راكباه بيتدمر. ولما بيخلص السباق بيعرض وايد على أرتمس إنه يخلي إتش يصلح لها الموتوسيكل بتاعها، وفعلا بتوافق. فبيروحوا كلهم على الورشة بتاعة إتش، وفي وقت ما هو قاعد بيصلح الموتوسيكل بتقعد أرتمس ووايد يتكلموا مع بعض عن المفاتيح. فبتقوله انت عمرك ما هتوصل لحاجة لأنك جبان وخايف تموت وتخسر كل حاجة في اللعبة، ومحاولاتك هيبقى ملهاش لازمة لأن نولان هيوصل للمفاتيح الأول، والواحة تتحول للعبة تجارية مملة. وأول ما أرتمس بتاخد الموتوسيكل بتقفل اللعبة، وبرضه وايد بيقفل اللعبة عشان يروح يشوف عمته. وبنكتشف إن عمته عايشة في فقر لأن جوزها بياخد كل فلوسها، وبيعامل وايد بطريقة وحشة، وبيضيع الفلوس دي في حاجات ملهاش أي لازمة. وده بيدي وايد دافع أكبر عشان يحل الألغاز بتاعت هاليداي ويبقى هو صاحب اللعبة. بعدها بيرجع وايد للعبة تاني، وبيدخل مبنى موجود فيه كل ذكريات هاليداي، وبيكون هاليداي سايبه على أمل إن أي حد يوصل لأي معلومة من ذكرياته ويعرف يحل اللغز. وبيكون في ذكرى معينة وايد مركز معاها وحاسس إنها حل اللغز، والذكرى دي بتبقى بين هاليداي وواحد صديقه اسمه مورو، وده كان شريك هاليداي في الشركة، لكن بعد فترة انفصلوا عن بعض. ساعتها بيركز وايد على كلمة قالها هاليداي، وهي إنه نفسه يرجع لورا. وبعد كده بيدخل السباق من تاني، وبيكون معاه أرتمس برضه، والكل بيتحرك لقدام لما السباق بيبتدي، إلا وايد اللي بيستنى شوية، وفجأة بيرجع بعربيته لورا. وفجأة بيتفتح له باب سري وبيدخل جواه، وبيبقى موجود في مكان تحت الأرض وشايف السباق كله فوقيه، وبيقدر إنه يوصل لخط النهاية بسبب النفق السري ده. وبتظهر شخصية هاليداي في اللعبة، وبتبارك لوايد على الفوز، وبياخد
بياخد أول مفتاح، وكمان هاليداي بيدي وايد دليل على تاني لغز، وبيوصل لوايد 100,000 عملة جوه اللعبة وبيكون فرحان بيهم جدا، فبيشتري بيهم شوية حاجات من ضمنهم بدلة متطورة بيلبسها في الحقيقة، ودي بتخليه يحس بكل حاجة في اللعبة وبيبقى قادر على التحكم في اللعبة أكتر. لكن في الوقت ده لما نولان بيعرف اللي حصل بيتعصب وبيقرر إنه يدخل اللعبة بنفسه، وده عشان يمنع وايد من الفوز ببقية المفاتيح. فبيروح يقابل واحد اسمه روك، وده يبقى واحد من أشهر القتلة في الواحة، وبيطلب منه إنه يقتل وايد. وبنعرف إن كل تحدي ممكن 5 يكسبوه مش شخص واحد بس، فبتكسب أرتمس هي كمان بعد وايد لأنها شافته وهو بيرجع بظهره فعرفت إزاي تكسب. وبعد كده اتش ودايت وشو صحاب وايد لأنه بيقول لهم على السر، وبيتشهر وايد قوي بسبب إنه أول شخص خلص التحدي بتاع هاليداي، وأرتمس ابتدت تتعاون مع وايد وابتدوا يحاولوا يفكوا اللغز الجديد بتاع هاليداي. فبيروحوا على ذكريات هاليداي من تاني، وبنعرف إن أكتر حاجة كانت حزينة في حياة هاليداي هي حبيبته كيرا، ودي سابته واتجوزت صديقه مورو، وكمان لما ماتت هاليداي اتدمر نفسيا. وبيكون هاليداي مش سايب أي ذكرى ليه عنها غير ذكرى واحدة بس، وهي لما كان بيتكلم مع مورو عن أول مرة شاف فيها كيرا، وهناك بيكون في روبوت يعتبر هو المسؤول عن المبنى، فبيسأل وايد وبيقول له تفتكر كام مرة في ذكريات هاليداي تم ذكر اسم كيرا؟ فبيقول له وايد وبيطلع الجواب صح، وساعتها بيرمي الروبوت لوايد عملة وبيحتفظ بيها. وبعدها بتقرر أرتمس ووايد إنهم يروحوا الكازينو اللي موجود في عالم اللعبة بالليل عشان يكملوا تفكير في اللغز ده. ولكن قبل ما وايد يروح اتش بينصحه إنه يبعد عن أرتمس، وبيقول له ممكن تبقى ولد في العالم الحقيقي أو ممكن تبقى عايزة تستغلك وخلاص. لكن وايد مش بيهتم بالكلام ده وبيروح معاها الكازينو، وبنكتشف إن المكان ده كان هاليداي عامله عشان هو ما كانش بيعرف يرقص في الحقيقة، فعمله كنوع من أنواع التعويض لكيرا. بس هناك بيكون روك مستني وايد عشان يخلص عليه، لكن بيكون مستني الفرصة المناسبة. وفي وسط ما وايد وأرتمس بيرقصوا بيغلط وايد وبيقول لها اسمه الحقيقي، وده لأن طول الفترة اللي فاتت هم عارفين وايد باسم زي، وساعتها روك بيعرف اسم وايد. بعدها وايد وأرتمس بيخمنوا إن تاني مفتاح ممكن يكون في المكان هنا، وساعتها بتيجي قوات سيكسرز وبتقتحم المكان وبتحاول تقتل وايد، لكنه بيهرب منهم هو وأرتمس وبيستخدموا قنبلة بترجع الوقت وبيهربوا من المكان. لكن روك بيروح لنولان وبيقول له المعلومات اللي عرفها، وبيوصلوا فعلا لهوية وايد الحقيقية. وبيتكلم نولان مع وايد وبيحاول يخليه يسلمه المفاتيح لما يلاقيها كلها وإنه يهتم باللعبة، لكن وايد بيرفض، فبيهددوا نولان إنه هيفجر بيت عمته. فبيخرج وايد من اللعبة وبيطلع يجري على بيت عمته عشان يحاول إنه ينقذها، لكن ساعتها البيت بيتفجر قدامه وبيقع على الأرض، وكل اللي موجودين فيه بيبقى مصيرهم مجهول. فبيطلع وايد يجري على المكان اللي بيلعب فيه وبيبعت رسالة لكل أصحابه إنهم يحذروا من نولان وشركته. لكن في الوقت ده بيجي واحد غريب من ورا وايد وبيكتفه وبيفقد الوعي، ولما بيصحى بيلاقي نفسه في مكان مهجور وقدامه بنت، وبنكتشف إن البنت دي تبقى أرتمس، وبيتعرف وايد عليها من صوتها، وبتقول له أرتمس إنها كان لازم تخطفه قبل ما نولان يعرف يوصل له، وإنهم أمان في المكان ده. وساعتها وايد بيعترف لأرتمس إنه معجب بيها، لكن ساعتها أرتمس بتفتكر حاجة، وهي إن الخروجة الوحيدة بين هاليداي وكيرا كانت عشان يتفرجوا على فيلم، وبيكون الفيلم ده ليه مبنى مخصوص في اللعبة، فبيدخلوه بيلاقوا إنه جواه في منطقة فيها ناس بترقص، بس بيكون مفيش طريقة إن حد يوصل لهم. وقتها بتكون كيرا من ضمن اللي بيرقصوا، فبتفضل أرتمس تتنطط لحد ما بتوصل لكيرا وبتطلب الرقص معاها. وأول ما ده بيحصل كيرا بتختفي وبيظهر هاليداي وبيديها المفتاح، وبعدها وايد بيعمل نفس الخطوات وبيكسب هو كمان المفتاح. وأول ما نولان بيعرف اللي حصل بيبقى متعصب لأن وايد لسه ما ماتش، وبيؤمر رجالته إنهم يعرفوا مكان وايد فين ويخلصوا عليه. وبعدها بيقعد وايد وأرتمس يفكروا هيعملوا إيه عشان يكسبوا المفتاح التالت والأخير، لكن رجالة نولان بييجوا وبيعرفوا يمسكوا أرتمس وبيهرب وايد. وأول ما بيهرب بيلاقي بنت غريبة بتوقفه وبتقول له أنا قلت لك ما تثقش في أي حد، ولما بيركز وايد بيكتشف إن البنت دي تبقى اتش. وبنعرف إن نولان ورجالته عرفوا يوصلوا لآخر تحدي واللي بيبقى موجود في كوكب اسمه دوم، والمفروض إن الشخص يبقى قادر إنه يخلص بعض الألعاب القديمة ويكسبها عشان ينجح في المهمة، ولكن الموضوع بيبقى صعب جدا. ساعتها بيعمل نولان حاجز ضخم حوالين المنطقة اللي فيها التحدي عشان محدش يقدر يدخل، وبيحاول إنه يخرج من اللعبة لكنه مش بيعرف، وده لأن اتش ووايد بيهكروا الجهاز بتاع نولان وبيدخلوه في أوهام وبيخلوه مش قادر إنه يخرج من اللعبة. وكمان بيقدروا إنهم يخرجوا أرتمس من السجن
السجن اللي كانت فيه، فبتبتدي تحاول إنها تدمر الحاجز عشان يعرفوا يدخلوا المنطقة اللي فيها التحدي. ونولان أخيرا بيقدر إنه يخرج من اللعبة للعالم الحقيقي، وساعتها بيكتشف هروب أرتمس، واللي بتستغل الوقت ده عشان تروح أوضة نولان وبتقعد على الجهاز بتاعه وبتعرف طريقة إلغاء الحاجز، وبتهرب من المكان وبتروح تنتحل شخصية واحد من رجالة السيكرز، وبتدخل اللعبة عشان تساعد وايد وإتش. وبنشوف وايد واللي بيطلب من كل اللي بيلعبوا اللعبة إنهم يساعدوه، وده عشان يهزم نولان وياخد المفتاح التالت. وفعلا الكل بيجتمع وبيحاولوا إنهم يدمروا الدرع، لكن أرتمس بتستغل الفوضى دي وبتروح جنب الدرع وبتعرف إنها توقفه، والكل بيدخل جوه المنطقة وبتحصل حرب بين كل اللاعبين وبين السكسرز، وبيحاولوا يحموا وايد وأرتمس. وقتها بيستخدم نولان روبوت ضخم على شكل جودزيلا، ولكن بينجحوا في إنهم يفجروه. ولكن قبل ما يموت نولان بيعرف إن أرتمس بتلعب اللعبة من خلال شركته، فبيخرج من اللعبة وبيقعد يدور عليها. لكن وايد في الوقت ده بيقرر إنه يقتل أرتمس عشان ما تقعش تحت إيد نولان، وبيقول لها على مكانهم في العالم الحقيقي عشان تروح لهم وتبقى في أمان. وساعتها بيستخدم وايد آخر قنبلة معاه وبيدمر كل رجالة سيكسرز اللي كانوا في طريقه، وبيروح على الجهاز اللي فيه الألعاب اللي المفروض هيلعبها. لكن قبل ما يلعب بيجيله نولان وبيعرض عليه عرض أخير، وهو 50 مليون دولار في مقابل المفاتيح، لكنه بيرفض. فبيطلع نولان قنبلة قوية قوي بتقتل كل اللي على كوكب دوم، ولكن وايد بيفضل عايش. وبنعرف إن سبب إنه لسه عايش هو العملة اللي الروبوت اداهاله في مبنى ذكريات هاليداي، وده لأن العملة دي بتدي وايد حياة إضافية. فبيقعد يلعب الألعاب اللي كان هاليداي حاططها في الجهاز ده. وفي العالم الحقيقي أرتمس بتكون وصلت لمكان وايد وإتش. ساعتها واحدة من رجالة نولان بتعرف مكانهم وبتروح لهم وبتحاول إنها تقبض عليهم، بس بيكون وايد خلص التحدي وقدر إنه ياخد المفتاح التالت، وبيظهر قدامه عقد لو مضاه هيبقى صاحب الشركة. لكن وقتها البنت اللي تبع نولان بتحاول إنها توصل لوايد وبتعرف تدخل العربية اللي هو فيها، بس هو بيقدر إنه يرميها بره العربية وبيكمل تاني اللي كان بيعمله. وبيقرر إنه ما يمضيش على العقد، لأن العقد ده فكره بغلطة مورو لما تنازل عن حقه في الواحة. وفعلا فجأة المكان اللي هو فيه بيختلف وبيظهر قدامه هاليداي بشخصيته الحقيقية. فبيقول له هاليداي إن العقد ده كان آخر اختبار، وإنه دلوقتي بقى صاحب اللعبة فعلا. وفي العالم الحقيقي بيكون نولان بيحاول يقتل وايد، ولكن بتيجي الشرطة وبتقبض على نولان بسبب كل اللي عمله ده. وبيجي مورو واللي بنكتشف إنه لسه عايش، وبيدي العقود بتاعت الشركة لوايد. ووايد بيقرر إنه يدير الشركة دي مع أصحابه، وإنه يعين مورو استشاري فيها. وكمان بنكتشف إن مورو كان بيساعد وايد طول الوقت ده، لأنه كان هو الروبوت اللي موجود في المكتبة وهو اللي اداله الحياة الإضافية. وفعلا ابتدى وايد يحكم شركة لعبة الواحة، وفضل يحاول إنه يحسن من اللعبة، وكمان بقى يقفلها يوم التلات والخميس، وده عشان الناس تخرج للعالم الحقيقي من تاني وتسيب اللعبة شوية. وبيتسجن نولان وشركته بتتقفل بسبب كل الكوارث اللي كان هو السبب فيها. وهنا بيخلص الفيلم. ما تنساش يا صديقي تعملي لايك وسبسكرايب علشان تساعدني استمر في المحتوى اللي بقدمه، ويا رب تكونوا استمتعتوا معنا. شكرا ليكم، سلام.